السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. النهاردة هكلمكم في موضوع يمكن أنا بعتبره من المواضيع اللي هي بتبقى مهمة في حياتنا، يعني في حياتنا اليومية احنا بنعدي بيها كتير. ويمكن أنا برضو من ضمن الناس اللي عدت بالحاجات دي، واللي احنا ما يمكن المشاعر اللي هي بتحصل معانا دي احنا ما بنعرفش نتعامل معاها. مشاعر عدم القبول من الناس. يا جماعة ان احنا الناس، اولا احنا في حاجة عندنا، يعني بنكون رسمين. البعض مننا طبعا، يعني يمكن انا هتكلم على نفسي، بنكون رسمين شخصية مثالية في نظر الناس. يعني احنا ما نعرفش الناس دول بيفكروا فينا ازاي، دي حاجة ما نعرفش ان الناس دول شايفيننا ايه. يعني احنا شايفين نفسنا، واحنا ممكن نبقى يعني احنا كويسين ومحترمين وكل حاجة، بس مدين صورة في ذهننا عن الناس. ودي مشكلة التوقعات بجد، انه الناس شايفانا احنا فوق السماء مثلا. احنا بنعتقد كده انه الناس شايفانا. تيجي تتكلم مع حد انت بتكون بتحبه وتثق فيه، تكتشف انه الكلام اللي انت حاطه في دماغك ده والحاجات دي مش حاصله خالص. يمكن انا حصلت معايا كتير. ففي الحاله دي بيحصل معانا ايه؟ يعني في بعض مننا بصراحه، يعني لو ملحقش نفسه بتحصل معاه فقد في الثقه، في ثقته في نفسه. لانه التعلق بالناس يا جماعه من الامور المرهقه جدا. والتعلق باراء الناس، وان احنا الناس تبقى، عمر الناس ما هترضى عنك. يعني خدها قاعده، يعني رضا الناس حقيقه غايه لا تدرك. ولو فضلت ان انت تحاول ترضي الناس، عمرك ما هتعرف ترضيهم بجد. و... ودي حياتك انت، يعني حياتك انت اللي تقدر تطلع ما انت عايز، تقعد ما انت عايز. طالما انت شايف ان انت لا تسيء لحد، وان انت بتعمل الحاجات اللي هي بتسعدك، طز في الناس. سوري يعني بجد والله. يعني انت ما يبقاش شغلك الشاغل على حساب ارضاء الاخرين. انه انت ت- تشغل بالك بيهم، وان انت تبتدي ان انت تحاول ترضيهم، وتحاول تعمل الحاجات اللي هم عاوزينها. هم عمرهم ما هيرضوا اصلا. يعني وبعد كده لما احنا نعرف يعني رأيهم فينا، ونعرف ان هم رسم لنا شخصية مثلا في خيالهم، احنا بنتخض كده ونترعب ونشوف هم ازاي شايفني. هو عادي يشوفك براحته، اهم حاجة انت شايف نفسك ازاي. يمكن انا كنت بعاني بصراحة، بعاني جدا من نظرة الناس الي، والناس شايفاني ان انا ممكن ابقى منطوي، وان انا معرفش كذا. بس محدش ليه دعوة بيك على فكرة، دي حياتك انت. والله بجد، دي حياتك انت، وانت حياتك تعيشها زي ما قلت، تعيشها زي ما انت عاوز. لانه اقول لكم ليه ارضاء الناس غاية. لو انت اتعاملت مع الناس كويس، الناس هيقول عليك اتعاملت مع الناس كويس ومحترم وكيوت زي ما احنا بنقول، هيقول عليك انت محترم جدا ومش عارف ايه. لو اتعاملت مع الناس بالعكس هيقول عليك انا ولو اتعاملت بالاعتدال برضو. يعني بس انا مش بتكلم في النقطه دي، انا بتكلم في نقطه ان انت تتعامل، طالما انت بتتعامل بادب واخلاق، وتعيش حياتك زي ما انت عاوزها، مش زي ما الناس عاوزينها. لانه هتتعب والله. يعني انا استنزفت طاقات كتيره جدا في حياتي، ان انا اتعامل مع الناس، وان انا ابتدي ان انا ارضيهم، وان انا اعمل كذا. لا، عيش اللي انت شايفه صح اعمله. طالما انت شايف ان انت بتعمله ده صح، وشايف ان انت ما بتسيئش لحد، لا خلاص. كلام الناس ما عمرك ما هتدركه والله. بس انا يمكن عشان حصل معايا موقف وكده، فحبيت بس اشارككم الحاجة اللي حصلت معايا دي، واشوفكم على خير في فيديو جديد.